ازاي تعرف ان ابنك متاخر في الكلام؟ اول حاجه محتاجين نعرفها ان كل طفل وليه وتيرته الخاصه في النمو، ولازم نراعي الفروق الفرديه بين الاطفال. بس في علامات معينه بتخلينا نبدا نشك ان في مشكله، زي مثلا لو ابنك وصل لعمر سنه ومش بيطلع اي اصوات زي بابا او ماما، ومش بيحاول يقلد اي اصوات بيسمعها. كمان مش بينفذ الاوامر البسيطه زي هات وخد. حتى كمان لما بتساله على حاجه هو عاوزها مش بيشاور عليها. ولو ابنك وصل لعمر السنه ونص ومش بيقول اي كلمات بسيطه زي مثلا بابا ماما كوره، او لو مش بيفهم الاوامر البسيطه زي مثلا هات الكوره، دي علامات واضحه جدا انه محتاج دعم. ولو وصل لعمر السنتين ولسه مش بيقول جمله من كلمتين زي مثلا عايز ميه، اروح باي. لو وصل لعمر الثلاث سنين الناس اللي حواليه مش فاهمين معظم كلامه او مش فاهمين كلامه خالص. تلاقي شكاوي جايه من الحضانه ان الميس بتاعته مش بتفهمه، بتقولك انا مش فاهمه هو عاوز ايه، وكل شويه تسمعي هو قصده ايه، هو عاوز ايه. مش بيعرف يعبر عن نفسه بجمل بسيطه. العلامات دي كلها محتاجه تدخل. في شويه اسباب تعمل تاخر في الكلام. لو ابنك او بنتك بيتاخروا عليكي في الرد لما بتندهي عليهم، يبقى مش مركز لما حد بيتكلم حواليه. ده ممكن يكون بسبب ضعف في السمع، او ممكن يكون بسبب تاني هنتكلم عليه بعدين. وهنا طبعا لازم نعرضه على الطبيب ونستبعد الشق الطبي من الموضوع. كمان الاجهزه الالكترونيه والشاشات بتدمر اولادنا. لو ابنك بيتفرج على الكرتون او التليفون وبيشوف الشخصيات الكرتونيه اللي هو محتوى ثابت، مش بيتيح لابنك المشاركه. خليه ما هو الا مستقبل فقط، ما يعرفش يعبر عن احتياجاته ولا مشاعره. كمان بيعمل تاخر في نمو اللغه رهيب. مش بس نمو اللغه، ده بيعمل مصايب. لازم يكون في حوار وتفاعل مباشر بينكم. كمان لو ابنك مش بيتفاعل مع الناس او بيحب يلعب لوحده، مش بيقلد الحركات او الاصوات اللي بيسمعها، كمان بيعاني في صعوبه في التواصل، مش بيتكلم او ممكن يكون بيتكلم وبيقول كلام مش مفهوم، او عنده حركات معينه تكراريه، هز الجسم او بيعمل رفرفه بايده، او بيتعلق بحاجات معينه زي لعبه او جزء من لعبه، او عنده مشكله في الحواس، صوت بشكل مختلف، الاضواء بشكل مختلف، روايح بشكل مختلف. تلاقيه مثلا بيتضايق من روايح حاجات كتير. ممكن الاصوات حتى لو بسيطه تضايقه ويفضل يعمل كده. لو شفت اي علامه من العلامات دي على ابنك او بنتك، الافضل اننا نعرضه على مختص عشان نطمن. شير للفيديو وخلي غيرك يستفيد، ومنشن لكل اب وام وقول لهم التدخل المبكر بيعمل فرق كبير جدا، وكل يوم بيعدي بدون تدخل هيأخر ابنك اكتر. سلام.